السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيت اجيب لكم نبذة كده صغيرة عن شغلي للكفرات. بصوا يا جماعة، دي قماشة قطيفة زي ما انتم شايفين، اللهم بارك. ديت تم تسليمها عن طريق البريد. بترفعي لي المقاسات بكل سهولة، بتاخدي لي مقاسات معينة اللي انا بختارها، يعني اللي انا بحدده هو اللي انت بتقيسيهولي. ما فيهاش اي صعوبة خالص، يعني ممكن عيل صغير اللي يجيب لي المقاسات. وبصوا ده طقم انتريه، اللهم بارك، زي ما انتم شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طول ما انت بتجيبي لي المقاسات زي ما انا عايزاها بالظبط، انت مش بتزودي لي سنتي ولا بتقللي لي سنتي، الحاجة هتجيلك بيرفكت. يعني ما شاء الله. شايفين الشغل والخامة اللي انا بستخدمها؟ انا ماليش دعوة باللي في السوق يا جماعة. الكفرات اللي قدامكم دي الشلتة داير ما يدور متغطية، الجسم كله متغطي، لان انا لقيت في مدام بعض أمينة، ناس في ده قلب المكان. شكل الكفر بعد ما ركبته. تسلم اسمع رأي ايدك. العميلة. ويعني مش لاقية وصف غير ان اقول لحضرتك يعني انت غيرت شكل الانتريه خالص. يعني يعني ما شاء الله، تسلم ايدك، الحمد كانت لله معاملة والفضل طيبة. لله. وانتي ست يعني ربنا يكرمك، يعني على ذوق واخلاق عالية جدا جدا. وفعلا ده هيكون اول تعامل ومش هيكون اخر تعامل، لان اكيد كل اللي هيجي يتفرج عليك هيسألني مين اللي عملته. ربنا يا رب حبيبتي، يحسن ما بين ايديكي ويبارك لك يا رب ان شاء الله، وجزاك الله خير على ذوقك واخلاقك العالية. شكرا. تسلم يا قلبي. بصوا يا جماعة، الشلتة انا بعملها بكفر، الكفر قصدي بتاع الشلتة بيبقى بسوستة. تمام. في ناس بتعمل الكفرات اللي هي ايه، الوش بس، وتبقى عبارة عن ان هي زي بياضة بتتغطى والجسم ما بيبقاش كله متغطي. يا جماعة انا شغلي بعمله حاجة نظيفة، حاجة كويسة، خامة عالية، وكل اللي اخدوا مني الحمد لله يشهدوا بكده. مش معقولة واحدة هتنزل لي ريفيو هي دافعة ألوفات ان هي تجاملني. بصوا الشغل اللهم بارك، ده شغل ايديا. اللي محتاجة تعمل اي حاجة من الشغل ده، انتريه، صالون، اللهم صل على سيدنا محمد، ركنة، تسيب لي الصورة على الواتساب وانا هرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.